مساء السعادة من مطبخ صانع السعادة وحلقة جديدة من برنامجكم. طبعا بما ان الاكل ثقافة، زي اي ثقافة على فكرة. اخترنا النهاردة ان شاء الله هنبقى على مدار حلقاتنا هناخد من المطابخ الأوروبية والعربية، والنهاردة طرنا كده على ايطاليا، وهنعمل طبق رئيسي النهاردة الفوتشيني بالجمبري، وهنعمل شوربة الكوسة بالسبانخ، وهنعمل المشروب الرسمي في كل بيت مصري في رمضان اللي هو عصير السوبيا، بس هنعمله بطريقة صحية إن شاء الله. وهيكون دي في أول فقراتنا، والفقرة الثانية هيكون مشرفنا في الاستوديو دكتور أحمد عبد الباري، أخصائي التغذية العلاجية بمركز الدكتور محمد هاني عاشور. اللي احنا عايزين برضو تشاركونا في فقرات البرنامج أي حد عايز أكلة معينة، أو حد عايز أو سؤال معين خاص بعمليات التكميم أو تحويل المسار، أو عن طريق أكلات دايت أو أكلات صحية، أو وصفة عادية ومش عارفين التكنيك الأساسي بتاعه. شاركونا على صفحة البرنامج مطبخ صانع السعادة على الفيسبوك، وإحنا هنعملها لكم وهنرد على كل أسئلتكم خلال حلقتنا. نطلع فاصل صغير ونرجع سريعا نبتدي نعمل أول وصفة. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. عايزه سريعا اعمل وصفاتي النهارده عشان عايزه استقبل بسرعه الدكتور، عشان عايزه ليا اسئله كتير ياما عايزه اسالها له. فهنبتدي سريعا كده نعمل اول وصفه لينا، شوربه الكوسه بالسبانخ. شوربه الكوسه بالسبانخ شوربه الكوسه بالسبانخ شوربه في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال، وطعم السبانخ مختلف عن السبانخ لما احنا بنطبخها. فيا ريت ما تخافوش، اعملوا كميات صغيره وجربوها. تمام. هنقول سريعا وريت المقادير بسرعه كده تطلع على الشاشه معانا. شوربه السبانخ بالكوسه، هنقول مقاديرنا: كوسه، سبانخ، حليب، مرقه لحمه، مش شرط مرقه لحمه، ممكن فراخ او حمام او اي مرقه تكون خفيفه الدسم ومنزوعه الدسم كمان، بصل وملح وفلفل وحبهان ومستكه وورق لوري. نقول المقادير تاني: كوسه وسبانخ وحليب ومرقه لحمه وبصل وملح وفلفل اسود وحبهان ومستكه وورق لوري. سريعا هنبتدي ناخد في المقادير. ما كتبناش زبده، احنا يعني ممكن يبقى يعني افضل زي ما احنا بنقول الدهون الصحيه، وهنكلم برضو دكتور احمد عبد الباري هيكلمنا في النقطه دي. هناخد بس حته زبده طبيعيه هنحطها في الحله بتاعتنا. بس نحط حبه زيت معاها. تمام. وهناخد البصل، نشوح البصله بتاعتنا. وطبعا زي ما انتم عارفين شيف فوقيه بتحب تعمل ايه؟ بتحب تحط الفلفل الاسمر على النار. نحط رشه فلفل اسمر خفيفه. تلاقي الفلفل الاسمر مع البصله بتخلي الريحه حاجه تانية خالص. انا في جميع اكلي الفلفل الاسمر بحطه في المرحله ديت، بيدي طعم وريحه حلوه جدا. حاجه بسيطه، وممكن اكمل بعد كده لو انا عايزه ازود بزود. تمام. جايبين مقدار السبانخ بتاعنا. نحط بس دي هنا وكده. في دلوقتي سبانخ هو في متواجد، بس يعني هيبقى صعب اللي انت تلاقي سبانخ فريش. طب ممكن نستعمل المجمد؟ ممكن تستعملي المجمد، بتطلعيه خالص يفك وتحطيه في مصفى. نخلي السبانخ تفك خالص وتنزل ميتها. تمام. وهناخدها برضه نبتدي نعمل نفس زي اللي احنا عملناه. تمام. احنا كده بنشوح ايه؟ احنا كده بنشوح البصله بتاعتنا. نعلي بس النار.
كده علينا النار بتاعتنا. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنبتدي ننزل بالسبانخ. هندبل السبانخ بتاعتنا كلها لحد، شايفين قد ايه في الحله؟ هتلاقيها تمام اها. تمام، شايفين السبانخ قد ايه؟ هتلاقيها بعد كده قلت خالص في الحله. كده كده كل دوت هيتجانس مع بعضه، هنضربه. استاذه اسماء من القاهره. استاذه اسماء ازيك؟ الو. الو، ايوه. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا شيف، عامله ايه؟ بخير الحمد لله تمام. الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، الوصفات بتاعتك جميله جدا جدا. عايزه اقول لك جربت الوصفه بتاعت امبارح، طلعت تحفه بصراحه. بألف هنا بألف هنا يا حبيبتي. تغيير معلش كنت وتجديد عن عايزه. المعتاد. طبعا تغيير، الواحد بيبقى عايز تغيير في رمضان اكيد. ليكي اي؟ طب جربتي ايه؟ جربتي ايه اكله من امبارح؟ السلطه جربت ولا البط. الايه؟ لا، جربت البط. وراك البط؟ طب كويس. طلعت حلوه قوي بصراحه. طيب عندك اي احسن من الطريقه استفسار؟ المعتاده. كنت بس عايزه اسال عن العمليه، هي بتاخد وقت قد ايه؟ يعني الواحد يقدر يمارس حياته الطبيعيه مثلا، او لو حد جاي من سفر بياخد وقت قد ايه؟ بس مش بعد أكتر. اول اسبوع. يعني بعد اول اسبوع يقدر يسافر ويعيش حياته. طب امال انا المتابعات لا لا، والحاجات دي لو هو بره مصر يعني. اه بصي، هو لو بره مصر ومع دكتور في مركز دكتور محمد هاني، المتابعات بتبقى معاه على الواتساب مع الدكاتره مباشره. يعني يعني متابعات هقدر ان انا اتابع. تقدري انتي تتابعي نفسيه وتغذيه في اي مكان بره مصر. تمام خلاص ماشي، شكرا. انا حبيت بس استفسر عن السؤال ده، وهبقى اتواصل بالمركز. الارقام بس يا ريت تطلع على الشاشه بتاعت مركز الدكتور. ماشي، ميرسي قوي، شرفتيني باتصالك. تمام، نشيل ده كده نحطه على جنب. بص بقى اللي في حله، بص السبانخ بقى حصل فيها ايه. بقى حبه صغيرين خالص 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 خالص. ارقام مركز دكتور محمد هاني على الشاشه. تمام، دول كده مش محتاجينهم، نشيلهم تحت. حطينا كده بقى احنا الكوسه عليها اهو، تشويحه خفيفه اهو. تمام. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هحط بقى حبهان المستكه بتاعتنا، وحبهان، فصين حبهان، ونجيب ورق اللوري، ونقلب كل ده. في ايه تاني؟ وحليب ده في الاخر خالص. هنحط شويه ملح. استاذه مروه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ كل سنه وانتي طيبه. وحضرتك طيبه وبصحه وسلامه. الله يخليكي، انا بتصل والله اشكرك، تسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اقدر اساعد الناس اللي هم عاملين عمليات التكميم، عشان انا يعني عشت التجربه بتاعتهم. وبرضه الوصفات دي تنفع للناس اللي بتحاول تعمل دايت ووزنهم مش عالي يعني. ايوه طبعا، لا تسلم ايديكي والله، افكارك كلها جميله، وان شاء الله بقيه رمضان كده ربنا يقويكي يا رب. الله يخليكي يا رب، الله يخليكي. تسلم ايديكي. وانا بتصل بجد اشكرك واشكر الدكتور محمد، بجد غير حياتنا كلنا والله. الحمد لله يا حبيبتي. عندك اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه؟ لا والله، انا بس بتصل اشكر حضرتك شكرا. واشكر الدكتور شكرا. محمد واسلم على كل اصحابي، الحاجه فضه ورشا محمد شكرا. وكل شكرا الادمنز اللي معانا. شكرا لاتصالك، شكرا لاتصالك. تمام، احنا كده بنظبط بس الملح بتاعنا. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقفل على الشوربه عشان تستوي. نغير بس النار عشان نرجعها ورا كده. الشوربه خلصت. تمام. دي اول وصفه، شوربه الكوسه بالسبانخ.
هنبتدي في الوصفه الثانيه شرب اللي هي الفوتشيني بالجمبري. تمام، نجيب وصفاتنا هنا، ننزل بس ده مش محتاجينه. نجيب بقى الوصفه بتاعتنا دي مكرونه شرايط. هنقول المقادير، يا ريت تجهزوا لنا في الكنترول بس وصفه. معانا استاذه فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فندم؟ الو، الو، اتفضلي ألو؟ معاكي. كل سنه وانت طيبه يا فندم. وانتي صحه بسلامه يا حبيبتي. لو سمحت انا كنت عايزه اعرف طريقه الكنافه. الكنافه والقلاش. والايه؟ القلاش. والقلقاس. طيب حاضر، هرد القلاش. والجلاش. القلاش. والجلاش. الجلاش لو حلو سمحتي. ولا حادق؟ لا حلو. جلاش حلو. طب حشوته ايه؟ كاستر، كريمه، لا ساده؟ مكسرات. بالمكسرات. حاضر. ولو والكنافه برضو سمحتي- حاجه معينه ولا اي صنف كنافه؟ لا العاديه. العاديه. حاضر، من عينيا. اه. الكنافه هتتجيب نص كيلو كنافه. هتدخليها الفريزر شويه وتطلعيها تفركيها وتحطي سمنه بلدي على النار. احنا كل الاكلات اللي احنا بنستخدم فيها السمنه الطبيعي عشان دي اصح نوع سمنه بيستخدم. عايزين بس نوضح حاجه. تخيلوا ان دي السمنه الطبيعي دي للناس اللي هي عامله عمليه تكميم وتحويل مسار، فدي سمنه صحيه بالنسبه لهم، ما بالكم بقى للناس العاديه. فدي حاجه صحيه. يا ريت برضه الدكتور احمد عبد البارح يتكلم في النقطه دي بالذات عن الدهون الصحيه في الفقره الثانيه. هتجيبي السمنه وتعمليها بالكنافه. تمام، وتحطي نصها لو عايزاها ساده هتحطي الكميه كلها وتضغطيها كويس قوي وتدخليها الفرن لحد ما تحمر. وبعد كده تعملي الشربات بتاعك، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه وعصره ليمون، ويطلع الكنافه سخنه ويكون الشربات بتاعك بارد. ده لو انت هتعمليها ساده. لو محشيه بتحطي النص الكنافه وتحشي وبعد كده النص التاني وتدخليها اي حشوه بقى. تمام. الجلاش بتجيبي الجلاش برضو بتسيحي سمنه على النار او سمنه او زبده طبيعي. هتحطي طبقه فرش، تجيبي الصينيه تدهنيها بالماده الدهنيه بتاعتك وتحطي طبقه الجلاش وماده دهنيه لحد ما تخلصي نص كميه الجلاش بتاعتك. وبعد كده بتكوني جايبه الهاند بلندر ضربه المكسرات بتاعتك نص ضربه خفيفه، ايا كان نوع المكسرات ايه، كل واحد هو مقدرته. مكسرات بندق، لوز، يعني ايا كان نوعيه المكسرات. تمام، وبتحطيها وبتحطي برضو طبقات الجلاش وتدخليها الفرن، تطلع برضو تسقيها بالشربات البارد وبألف هنا. أستاذ أحمد من أستاذ أحمد. الو. ألو. اكلك حلو يا شيخه. الله يخليك يا أحمد، ده أحمد حد صغير. عايزه اقدم سلام لعم كامل بدران وعم مصطفى بدران. حاضر وصل. شرفتني يا أحمد. شكرا يا حمادة، أصغر مشاهد عندنا. نرجع بقى وصفتنا، وصفة الفوتشيني الجمبري والمشروم. معانا شرايط. دي المكرونة اللي هي مكرونة شرايط. دي مكرونة مش سباكيتي، بتبقى مكرونة شرايط عريضة. تمام، في منها أنواع كتير بنجيبها وبنسلقها. تمام، وهيبقى ننزل بقى المقادير على الشاشة. ربع كوباية زبدة طبيعي، و2 فص ثوم، 2 كوب كريمه لباني، ومكرونه شرايط، وجمبري، ومشروم، وريحان فريش او مجفف، ربع كوب جبن شيدر، وملح وفلفل اسود. نقول المقادير تاني: ربع كوب زبده، و2 فص ثوم، 2 كوب كريمه لباني، مكرونه شرايط، جمبري، مشروم، معلقه ريحان، ربع كوب جبنه شيدر، وملح وفلفل اسمر. هنبتدي نعمل ايه؟ نجيب الوok بتاعنا. فين هو؟ نجيب كده ونحطه على النار. تمام، هنبتدي نجيب الزبده، بس الوك يسخن بس شويه معانا. عايزين افكركم بس في اول وصفه احنا عملناها، عملنا شوربه الكوسه بالسبانخ. شوربه كوسه بالسبانخ. طبعا في ناس بتجيلي تعليقات، انا على فكره هعمل لكم كمان وصفه تانية بالسبانخ، طارت بالسبانخ والفراخ كده.
طرت جميل قوي بيتحط في بايركس، يعني مش هحرق لكم الوصفه بس تابعوني في الوصفات. كل دوت عشان دكتور احمد عبد الباري قال لنا السبانخ حاجه مغذيه جدا جدا جدا، وانا عايزين نعرف فوائدها برضو تاني منه ان شاء الله في الفقره الثانيه. كوسه بالسبانخ، عباره عن كوسه وسبانخ وبصل وملح وفلفل وحبهان وورق لوري ومرقه لحمه او فراخ. تمام، هي الشوربه دلوقتي معانا على النار. استاذه مياده. نعم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو ألو. استاذه مياده اتفضلي. انا عايزه اعرف طبخة طبخك حلو قوي. شكرا يا حبيبتي، تسلمي. مياده انت عندك كام سنه يا مياده؟ انا عندي 11 سنة. انت خلصتي امتحانات بقى ولا لسه؟ خلصت. سنه كام؟ انا في سنة 5. طيب يلا بالتوفيق يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. تمام كده، احنا الشوربه معانا بتغلي والوك بتاعنا بس يسخن. هنحط الزبده، زبده طبيعيه. وهناخد الثوم، استاذ رجب. الو. ايوه معاك. الو. ايوه معاك. اتفضل اتفضل حضرتك، هوا اتفضل. البرنامج والله حلو قوي فعلا يعني عجبني. اتفضل يا فندم. البرنامج والله حلو فعلا، بس انا على طول يعني عشان خاطر بحب يعني ايه ان شاء الله يعني عشان يعني في حاجات حلوه قوي يعني. شكرا لاتصالك، ميرسي قوي، شكرا. احنا حطينا الزبده الطبيعيه وحطينا الثوم، وهننزل بالجمبري ده، نص كيلو جمبري متقشر. هنشوحه كده. ريحه الثوم مع الجمبري رهيبه، رائعه رائعه رائعه. يا دوبك بياخد الجمبري، ما بياخدش غير. تمام، الجمبري ما بياخدش يا جماعه حاجه على النار، هم حوالي 3 دقايق او 4 دقايق. تمام كده، شايفين شكل الجمبري؟ لسه هو لسه كده، هياخد مثلا كمان دقيقه او دقيقتين كمان. عايزين اقول لكم وصفه سريعه 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 سريعه، مش هتاخد اي حاجه مننا. تمام كده. استاذه نورهان. ايوه. الو استاذه نورهان. عايزه اعرف طريقه المهلبيه. طريقه المهلبيه؟ ايوه بس عملي. حاضر يا حبيبتي. مهلبيه لتر حليب، معلقتين نشا، سكر للتحليه. بتدوبي كل دوت على البارد الاول، وبعد كده بترفعيه على النار مع التقليب المستمر لحد ما بتبتدي تجمد معاكي وبتبتدي تهدى، وبعد كده بتستعمليها في اي حشوه او ممكن ممكن تتاكل كمان كده للاطفال. بص خلاص كده، بص الجمبري خلاص كده، الجمبري بتاعنا خلص. هقوم مطلعاه بس ايه في الطبق بتاعنا. تمام. طب هنعمل ايه بقى تاني في الوك بتاعنا؟ هنقول لكم حالا. هبتدي اخد الكريمه انزلها، الكريمه بتاعتنا، واقوم حاطه شويه ملح، شويه فلفل اسمر. نروح نجيب بس الفلفل، فلفل اسمر. كل ده مطرح الايه، مطرح الجمبري. احنا طلعنا الجمبري، شويه فلفل اسمر، شويه ريحان. لو في ريحان بقى فريش يبقى يا سلام، ده ريحان مجفف. الفريش طبعا هيدي طعم اقوى بكتير. ده ريحان.
يا دوبك شايفين هيغلي، يغلي كده. هننزل معاه المشروم القطع، انا ليه بقى ليه شلت الجمبري؟ شلت الجمبري من على النار عشان الجمبري لو زاد السوا بتاعه بيأستك، يعني هتلاقيه بيشد معاكي مش بيقطم، فعشان كده هو خلاص كده استوى. فعشان كده الجمبري ده اخر حاجه هترجع تاني على النار. تمام، ده اهو ده منظر. استاذه نورهان، الو. الو، عايزه اعرف طريقه المهلبيه بس عاملاها عملي. طريقه ايه؟ المهلبيه. المهلبيه، حاضر هقولها لحضرتك تاني. لتر حليب ومعلقتين نشا، كل دوت على البارد بتقلبيهم مع بعض، وتحلي على حسب التحليه، سكر، العسل نحل، سكر دايت، على حسب ما حضرتك بتعملي دايت ولا لا، وعلى حسب الرغبه، يعني معلقه 2 3 حسب تحليه حضرتك. وبتقلبي كل ده على البارد وترفعيه على النار بالمضرب اليدوي، تفضلي ماشيه عليه كده وتفضلي تقلبي لحد ما ياخد السماكه بتاعه المهلبيه، وبيتغرف ويتشال في التلاجة او بيستخدم حشوات للجلاش او الكنافه. تمام، احنا كده غلى ايه؟ حصل ايه؟ غلى معايا الكريمه. هبتدي انزل بالمكرونه الشرايط بتاعتي. تمام، ادي المكرونه. ممكن ما ننزلش بكميه المكرونه دي كلها، حاجه بسيطه بس اهو، مش محتاجين، كفايه كده. ادي نقلب بقى الطبق بتاعنا، شايفين المنظر بتاعه عامل ازاي؟ وحاطين اخر حاجه الجمبري، عشان الجمبري خلاص زي ما احنا قلنا الجمبري خلاص استوى. استاذه هبه، الو. الو. الو، ممكن اعرف طريقه عمل عجينه القطايف؟ عجينه القطايف، ايوه. حاضر يا حبيبتي. عجينه القطايف دقيق، قيمه مع كوبايتين دقيق، هتحطي عليهم نص معلقه خميره ونص معلقه بيكنج باودر، وهتعجنيها، يعني هتبقى طبعا الصوص بتاعها خفيف شويه، ولا خفيف ولا تقيل. تعجنيها نفضل بالحليب، بره بيعملوها باللبن، وبعد كده على طاسه تكون سميكه، ما تبقاش طاسه خفيفه، وتدينها لمدها الدهنيه، وتنزلي بقى بالكبشه كده وحدات على حسب الحجم اللي انت عايزاه، وبتطلعيه يبرد وتبتدي تحشيها. تمام، كده هنسيبها بس كده على النار، الصوص بتاعها ايه يتقل اهو، بص شايفين؟ تمام، فاضل بس الحاجه الوحيده الجبنه الشيدر. الجبنه الشيدر مش هنحطها غير في الاخر خالص، هنسيبها كده شويه، هدي النار عليها. تمام، ونطلع فاصل سريعا ونرجع تاني. ما تنسوش تتواصلوا معانا على صفحه الفيسبوك مطبخ صانع السعاده، مستنيين اي اسئلتكم، مستنيين اي وصفات او اي اكلات عايزينها. نطلع فاصل صغير على صفحه الفيسبوك مطبخ صانع السعاده. نطلع فاصل صغير ونرجع بسرعه نستقبل ضيفنا دكتور احمد عبد الباري، اخصائي التغذيه العلاجيه بمركز دكتور محمد هاني عاشور لجراحات السمنه المفرطه. نطلع فاصل سريع ونرجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معاكم دكتور محمد هاني عاشور، استشاري جراحات السمنه المفرطه. الفتره اللي احنا شايفينها ان السمنه المفرطه منتشره بشكل ملحوظ. طرق التدخل لعلاج هذه المشكله كثيره، منها طبعا اتباع الانظمه الغذائيه والرياضه، وطبعا اخر شيء بالنسبه لنا بنتكلم فيه هي اجراء العمليات الجراحيه. طبعا اجراء العمليات الجراحيه في الفتره الاخيره تزايد بشكل مستمر، وذلك طبعا لان في اوزان كتير عندنا لا تستجيب للطرق التحفظيه في هذا الموضوع، وطبعا نظرا لانتشار الامراض المترتبه على السمنه، فاصبحت جراحات السمنه من الاشياء المهمه جدا في علاج هذه الامراض والتخلص من السمنه. الجراحات المشهوره اللي بتتعمل الايام ديت منها تكميم المعده وتحويل المسار. احنا طبعا بعد العمليه يهمنا انها تتم بسلام، ولكن يجي دور مهم جدا للفريق الذي يتم متابعه معه بعد العمليه، وهو اخصائي التغذيه ودور الطب النفسي. احنا المفروض دورنا كاخصائي تغذيه في ان احنا نطلب التحاليل من المريض الدوريه اللي هي كل 6 شهور وكل سنه، وان احنا نتابعه في طريقه اكله، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، نحاول نتابع معاه الاعراض ما بعد العمليه، في ترجيع زياده، في حموضه، نقلل من الاعراض الجانبيه اللي بيتعرض لها نتيجه عادات خاطئه هو بيقوم بيها المريض بتحتاج تعديل. دورنا في المتابعه بيبقى ان احنا نرجع المريض للطريق المظبوط. كلنا بنفتكر ان احنا عملنا العمليه وخلاص، لا، العمليه بتقوم بدورها، واحنا مطلوب مننا دور كبير جدا في المتابعه الشهريه. كل ما ننتظم وهنيجي في المتابعه هنعرف ايه المواد الغذائيه اللي جسمي بيحتاجها، نسبه البروتين اللي المفروض تخش جسمي، نسبه المعادن اللي المفروض تخش جسمي، نسبه الالبان، الحديد، الكالسيوم، بالذات السيدات اللي بتتعرض بعد كده ان هي تبقى في حمل، تبقى في فتره رضاعه، لفترات تانية من نقص الفيتامينز والمعادن، فكل ده بيحتاج تعديل مننا. فترات الثبات اللي بتمر بيها الحالات ما بعد الجراحات دي بتبقى كلها نتيجه عادات خاطئه وتقييم غير مظبوط لليوم الغذائي بتاعهم. نتيجه المتابعه الدوريه اللي بنقوم بيها هنا في العياده مع الدكتور محمد هاني وكجزء من الفريق بتاعه، بنحتاج ان احنا نتابع شكل شهري اول سنه، وبعدين بنتابع كل 6 شهور مدى الحياه. في حالات كتير قوي قبل العمليه بنحس ان هي لا مش مناسب ليها، والعمليه مش افضل اختيار ليها، فبتحتاج ان هي ممكن تعديل سلوك او تنظيم للعادات الغذائيه بتاعتهم، وده بيكون مناسب ليهم، وفعلا ده مسموح بيه جدا في الفريق. مش الغرض ان هو يعمل العمليه وخلاص. العمليه ستيب كويسه جدا جدا وبتساعد قوي قوي لانه يحصل فقدان كتير قوي في الوزن، بس مش هي الخطوه لوحدها اللي بتبقى معانا. بالنسبه للمتابعه النفسيه بتقابلنا مشكله الاكل العاطفي او الايموشنال ايتنج. بالنسبه للايموشنال ايتنج لما بيكون موجود عند ناس كتير، العمليه مش بتساعد انه ده بس يتحل، لكن احنا بنحتاج ان احنا نتدخل سلوكيا، وفي علاجات كتير قوي بتساعد في ده. من انجح العلاجات اللي بتساعد فيه العلاج الدي بي تي او العلاج الجدلي السلوكي. في عادات تانية غذائيه بتكون خاطئه بالنسبه للناس اللي بيعملوا العمليه او بيعانوا من السمنه المفرطه، زي الاكل بالليل او الافراط، انه ده يبقى نمط متكرر قوي ان انا باكل بالليل. بنشتغل على ده برده، لان تنظيم العادات الغذائيه دي بيكون مهم جدا. الناس اللي بتلقط كتير قوي على مدار اليوم وان ده بيكون باترن متكرر معاهم، ده بنساعدهم في ان احنا نحل ده، لان ده بيفرق كتير قوي معاهم. في حاجه تانية من المشاكل اللي بتقابلنا القبول او علاقه كل واحد بجسمه، بالنسبه لان في ناس بتكون رافضه جسمها تماما، فده بيبقى صعب عليه قوي ان هو يتغير. فاحنا بنشتغل على انه ازاي ان انا اقبل جسمي، مع حقي جدا جدا في انه انا ما اكونش موافق على انه ده جسمي، ولا ان انا اذيب الافراط في الاكل ده. فده بيساعد كتير قوي في ان احنا نحل المشكله دي. لان احنا طبعا يهمنا ان احنا لما نقوم بعمل اجراء العمليه مش مجرد ان احنا اتمينا العمليه بنجاح فقط، لان ده يعتبر الجزء وان كان مهم هو جزء بسيط في المنظومه، ولكن المنظومه تعتمد على التغذيه والطب النفسي والسلوكي. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا حاولت اخلص كل وصفاتي بسرعه 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 عشان استضيف دكتور احمد عبد الباري، اخصائي التغذيه العلاجيه بمركز دكتور محمد هاني عاشور. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ومش عايزين تنسوا تشاركونا اسئلتكم، وصفات اللي انتوا عايزينها، كل استفساراتكم عن اي حاجه خاصه بعمليات التكميم او تحويل المسار، او خاصه بالاكل الصحي، او خاصه عن الاكل العادي، اي حاجه خاصه بالاكل اسالوها لنا على صفحه الفيسبوك مطبخ صانع السعاده. احب اهنيك النهارده على اختيارك لوجبات منخفضه الكربوهيدرات.
يعني انا بصيت في الفقره الاولانيه كان عباره عن سبانخ شوربه وكوسة. كوسه بالسبانخ وادي كده لو كارب وغنيه بالمعادن. مهمه جدا تبقوا عارفين المعادن بتاعتكم بعد العمليه، ان حجم المعده صغير فلازم ناخده معادننا كامله. وايه تاني؟ عملنا الفوتشيني، انا عارفه اللي هي فيها نسبه، بس يعني ايه، يعني مش عايزين نضيقها عليهم قوي. مش يعني هضيق عليهم، بس عرفيني ايه مكونات. عباره عن المكونات زبده طبيعيه طبعا. زبده طبيعيه وتوم وكريمه لباني تمام وجمبري. لحد كده دلوقتي لو كارب، تمام، يعني منخفضه الكربوهيدرات. تمام. اشرح بس الحته دي جدا. انت بعد العمليه او واحد بيعمل دايت محتاج طاقه ما تهبطكش، لان طاقه النشويات هتهبطك، هتديك طاقه لمده ساعتين 2 وترجع تهبط تاني. خدي بالك من النقطه دي. تمام. فانت بتدوري على خير الكلام، وما عارفه المثل بيقول لك خير من الكلام ما قل ودل. فتاخدي حاجه كميتها صغيره تديكي باور وما تفضلي شبعانه مثلا بال10 ساعات. فتاخدي ايه؟ لو كارب دايتس هاي فاتس ونظام صحي. احنا زي ما اتفقنا في الحلقه الاولانيه احنا هنخس باي نظام، من اي نظام. لو هتاكلي حلويات كل يوم بعد العمليه هتخسي، بس فين الصحه؟ مفيش. بيجوا لي تعبانين بعد كده، فاهمه ازاي؟ فاحنا لازم ناخده جميع المينرالز والفيتامينز، مهم جدا. وده طبعا ده دور دكتور محمد هاني ان هو عامل لنا يعني منظومه وورك ومنظومه وبرنامج تلفزيوني عشان خاطر نوصل للناس، حتى اللي مش شرط اللي هم عاملين عمليه مع دكتور محمد ومش عارفين يتابعوا وبرضه في نقطه واحده قالتها في الفقره الاولانيه، قالت انها عايزه تتابع اسبوع بتسافر، يعني تسافر اي يعني حاجه. صح زي ما انا قلت اللي هو اسبوع واقدر. اصل انا رديت بناء عن تجربتي يا جماعه. يعني انا اسبوع بعد كده فولو اب عن طريق النيوتريشن بالواتساب. تمام. ما انا كتير جدا بنتابع بالواتساب اللي هو الحالات اللي عامله العمليه، وخصوصا بقى ثبات الوزن اللي هتكلم فيه بعد كده. بعد كده احنا عملنا والجمبري. تمام. وحطينا ريحان. تمام. كل ده معانا. تمام. هي مكرونه مش معانا بس ماشي. مش معانا. بتقولي ايه؟ حاجه بسيطه جدا. لا تذكر. لا تذكر. وجبنه شيدر معانا. طبعا جبنه شيدر. طب في انواع جبن مش معانا؟ الجبن ايه بنحيث اللي هي الدبل كريم، الحاجات اللي فيها سكر عالي، الدبل كريم، اللايت، الجبنه اللايت، اللي هي حاجات اللي هي الكربها عالي وسكرها مرتفع، زي ما اتفقت ان انتوا بتدي طاقه لمده ساعتين وبتجوعوا. لكن الشيدر معانا ده انا بحبها قوي. الشيدر بحبها جدا. من الدهون الصحيه المتوسطه الدهون المتوسطه. طيب مسموح بيا برضه عشان يعني انا عارفه الحاجه برضه لو هي صحيه، بس الزياده عن اللزوم لا، ما هو على حسب، هي نسبه وتناسب. ايوه، ما هي نسبه قد ايه مثلا لكل وزن. هو عامه المكمم بتبقى حجم معدته صغنططه، فلما تدي له مثلا معلقه سمنه مثلا على كل الكلام دوت قصاد يعني حته جبنه شيدر مع جمبري مع معلقتين كريمه، خلاص قضى نسبه من البروتين والدهون. طب انا باكل جبنه الشيدر بس، يعني الجبنه الشيدر مثلا لو كلتيها خديها مع خضره، مع كابوتشي مثلا، كابوتشي، جرجير، كرفس، بقدونس. الكرفس ممتاز كمان. الكرفس حلو. والبقدونس برضو من الحاجات اللي هي من المكملات الغذائيه المهمه جدا اللي بترفع من معدلات الحرق. البقدونس. البقدونس والكرفس. عايز اقول لك يا دكتور انا البوتاسيوم والمغنيسيوم مليانين فيهم. انا من اول حلقه مع حضرتك مشيت على شويه تعليمات. انا نزلت 3 كيلو في 4 ايام ان شاء الله على اخر رمضان بقى. وعايزه بس عشان الحلقه الاخيره عايزه اكسر، عشان انا فوق لسه ال100 يا جماعه. نفسي اسمع الرقمين دول. انت تبقى حاجه و90 ان شاء الله. ان شاء الله. ولا في حاجه برضو ناس كتير مستغرباها يا جماعه. انا من اسكندريه وبسافر وواجي كل يوم. باكل زي ما الدكتور بيقول. الحمد لله ربنا مقويني على السفر. عندها طاقه دلوقتي. يعني انا عندي طاقه، يعني عشان انا سمعت، يعني بشوف في جروبات دكتور محمد وفي جروبات تانية اللي هي عامله العمليات تقول احنا عندنا هزلان، احنا عندنا هزلان. عارفه سبب ايه؟ ايه بقى؟ بياكلوا يعني حاجه ملهاش لازمه. بياكلوا حاجات اللي ملهاش لازمه وايه وزحليقه، زي ما بيقول كده زحليقه. اكل اي حاجه كده ملهاش اي قيمه غذائيه، هتخسي بس فين الطاقه؟ احنا مش اتفقنا، احنا قلنا لازم نخس بصحه. فلازم نخس بصحه، يبقى نظبط املاحنا. واتكلمت قبل كده وقلت الالكترولايتس مهمه جدا، والالكترولايتس دي هترجمها لكم بالعربي. الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، حاجات معادن مهمه جدا انك انت تتناولها بعد العمليه في صوره اكل. ما حدش يقول لي اصل تديني برشام بوتاسيوم ولا تديني في صوره خضروات. انا عارف حجم المعده صغير، ولكن احنا محتاجين الكارناتين دوت موجود في اللحوم الحمراء، ودوت مكمل غذائي مهم جدا لرفع معدلات الحرق.
خلاص. وموجود في الدهون الصحيه اللي هي الزبده اللي انت استخدمتيها في الطهي. زبده او سمنه؟ زبده زبدة فيها الكارناتين. تمام. عشان في بس الناس اللي هي في فرق بين الزبده يا جماعه والسمنه. الزبده اللي هي بيبقى فيها نسبه حليب، السمنه اللي هي بتتسيح على النار وبتبقى خلاص فقدت المرده. طيب برضو في نقطه برضو يا دكتور، انا دلوقتي زبده، انا استعملت الزبده صح كده، طب انا حطيتها على النار بس هي غلط. زبده يعني دهون مع نشويات هي اللي غلط. يعني هنا بقى مصيبه كبرى داخل امعائك، ما توفرش دهون مع نشويات ابدا، هنتخن. تمام. طيب لا انا بقى في النقطه او نسبه. طيب انا دلوقتي الزبده هي عباره عن الزبده وفيها نسبه لبن، بحطها على النار هي الزبده لا بتبقى زيرو بروتين، بتبقى الكارب بتاعها قليل، وفيها نسبة زيوت نباتية أقل من 1/10%، حاجة لا قيمة لا تذكر، اللي هي الزبدة الطبيعية بدون ذكر. طب أنا لو دخلت الزبدة وسيحتها على النار وطلعت المرتة، أنو زبدة اللي هي الطبيعية، اللي هي الطبيعية، يبقى تمام. وطلعت المرتة وخليتها سمنة. أيوه تمام. المرتة تنفع تتاكل؟ بصي، لو أنت عندك كوليسترول كويس، المرتة جاية من كلمة مورتاليتي، يعني الوفيات، يعني الكوليسترول نفسه. وبغض النظر انا مش شرط انك انت واحد بياكل دهون يبقى عنده الكوليسترول، لان دي قصه يعني عايزه شرح حلقه لوحدها. الموضوع الكوليسترول ملوش علاقه باكل الدهون، ولكن هنشرحه للساده الجمهور في نقطتين مهمين. انا دلوقتي مش معنى ان انا باكل دهون يبقى انا عندي الكوليسترول عالي. تمام. ملوش اي علاقه. احنا عن كل مننا شخص مننا ربنا سبحانه وتعالى خلقه بكبد، الكبد دوت بيفرز حوالي 1000 مللي جرام كوليسترول يوميا. في منهم الجيد وفي منهم السيء. فحضرتك لو عندك بتعاني من الكوليسترول فانت عندك الجيد ما بيفرزش كويس، فبالتالي انت مش شرط. ما هو معظم الناس كتير جدا بيصاب عندهم كوليسترول، تيجي تقول لهم انت بتاكلي ايه، يقول لك انا باكل كل اكل خالي دسم. صح، في حقيقه للاسف هو بياكل حاجات بترفع له هرمون الانسولين. الانسولين اللي مرتبط بارتفاع الكوليسترول. فاذا الموضوع هنا ملوش علاقه باكل الدهون خالص. اساسا كتير جدا يمشي لو كارب دايتس هاي فاتس يتحسن الكوليسترول، ملوش علاقه. يعني هو موضوع ملوش علاقه باكل الكوليسترول. هديكي اكزامبل اكتر، يعني مثلا ايه، مش في كتير جايه منكم بياكلوا حلويات كتير وبيحصل ما عندوش سكر، وفي منكم اللي ياكل ربع رغيف سكره يعني وعنده سكر كده. بس طيب اصل في ناس يقول طب احنا الدكتور قال لنا الزبده الطبيعيه حلوه. طب بس ايه لما جينا عملناها، طب ما هي المرته كانت جوه الزبده. لا المرته اللي هي فاهم ايه الزبده لما اتحولت لسمنه الكوليسترول نفسه. تمام. يعني معنى كده يا جماعه بالظبط، معنى كده يا جماعه اللي هي مش عشان الزبده لما بتتسيح هي بقت انشقت لمرته ونفس الكلام في القشطه بتسيحيها نفس الكلام بالظبط كده. مش تقول له لا ما هي ده كان الاصل بتاعها تنفع، لا الحاجات ديت لما بتتغير تقريبا كيميكالز بتاعها على النار والحاجات دي. الاكل عموما يعني الفكره السلبيه المرته مش يعني فيها شبهات كتير جدا لان فيها الكوليسترول نفسه. تمام. احنا كده هنضرب بقى الشوربه. انا عايزه اعرف بقى يا دكتور ايه بقى السبانخ، عايزه نتكلم عن السبانخ يعني خاصه بعد العمليه الناس اللي بيجي لها هبوط وبتهبط وبتدوخ نتيجه ان حجم معدتها صغير. احنا اتفقنا دلوقتي ان حجم المعده صغير او جيب المعده بعد تحويل المسار صغير، فمهما كان بياكل من اكل قبل العمليه مش هيقارن بعد العمليه. فاهمين الحته دي؟ يعني انت كنت قبل العمليه بتاكل طبق رز محترم وبتاكل حلويات وبتاكل عصاير، فحضرتك كنت موفر المغنيسيوم بطريقه رهيبه جدا نتيجه ايه الانسولين اللي كان شايله، هرمون الانسولين. فمجرد ما انت عملت العمليه وحصلت قللت كميات اكلك الى اقل من الربع، فبالتالي انت ما عندكش المعادن دي. فانت مهم جدا تدخل المغنيسيوم في صوره الكاكاو الخام، وبرده عايزين نعمل لهم مشروب كاكاو خام برده يتسحروا بيه. والسبانخ لان مليانه عنصر المغنيسيوم وده مهم جدا لضبط البوتاسيوم وضبط الكالسيوم. وفي نقطه مهمه جدا يا جماعه عايزكم تهتموا بيها في رمضان، كل الساده المكممين او الساده المتابعين حميه ونظام منخفض الكربوهيدرات يهتموا بملح البوتاسيوم. ملح البوتاسيوم لان لو انت عندك واحد من ضمن الاعراض نقص في البوتاسيوم هتلاقي عارفه ماشي بطبله ضربات قلب سريعه رهيبه جدا. على فكره في حد انا اعرفه دوخه رهيبه جدا خلاص، وممكن يحصل لك هايبومغنيسيميا بسبب المغنيسيوم والبوتاسيوم وتخش في مستشفى ويتعلق لك محلول. أيوة. فانت مهم جدا تهتم بالعناصر الغذائيه دي، مهمه جدا. المغنيسيوم الالكترولايتس اللي اتكلمت فيها من شويه، المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم
مهم جدا. والبوتاسيوم يبقى اذا والصوديوم. هنستخدم البوتاسيوم من ملح اسمه دكتور سولت، وده ملح بتاع مرضى الضغط، امن جدا للكل وللجميع يستخدموه في اكلهم. في اكلهم. طيب يا دكتور، عايزه اعرف برضو ايه الاكلات اللي ممنوعه تماما عن الناس اللي عامله عمليه تكميم؟ طبعا المياه الغازيه، المشروبات الرهيبه اللي هي بتوسع المعده بطريقه رهيبه وبتخليه معلش يا دكتور، عايزين باستفاضه بيحصل ايه؟ الستيم اللي في بالظبط كده، عشان هم فيهم شقين، يعني الموضوع هنا فيه شقين عشان الستيم اللي بيأثر على الكونكتيف تيشو بتاعت على الاستومك، عشان ما حدش يجي يقول لي طب انا طير الستيم بتاعي ما يعمل لي ناصح. لا، هنا بقى الشق الثاني، ازازه المياه الغازيه دي مثلا بيبقى فيها حوالي ما يقارب 20 ملعقه سكر. مدركه بقى سكر وكراميل بتديك طعم الحلاوه دي، ما بالك 20 معلقه سكر هيحصلوا فيك ايه؟ انسولينك في السماء، البنكرياس بتاعك هيفرز هرمون الانسولين، انت كده ممكن تعرض نفسك لثبات وزن او هتخس برضه. انا زي ما اتفقت قلت احنا انت كده ممكن كده هتخس، بس مش هنخس بصحه، يعني الفكره مش هنخس. وبرضه معرض انك انت لو واحد من الناس اللي هو عندك حساسيه للانسولين يحصل لك ثبات وزن رخم، يعني يضايقك، يعني يعكننك، تيجي تطلع على الميزان كل اسبوع هتلاقي نفسك ثابت، تطلع على الميزان نفسك ثابت. انا بقى حطيت على الوش كده شويه لبن صغيرين فوق الشوربه. تمام تمام، بس حبه ايه يا دكتور؟ سمول اماونت يعني كميه بسيطه من اللبن، لا مانع على لما طبعا اذواق يعني في الاول وفي الاخر اذواق. بس برضو في نقطه يا جماعه انا عايز اقولها للناس اللي هي ثابته في الوزن، لو انت واحد من الناس اللي مهتم من بعد العمليه على العصاير الكتير والالبان الكتير، فتكر ابعد عنهم حتى اللبن. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان الشق الثاني اللي في المياه الغازيه نفسه الشق الثاني اللي في اللبن، السكر اللاكتوز اللي في اللبن عليه تاثير رهيب على هرمون الانسولين اللي بيطلع من البنكرياس 300%. فاي حد بيعاني من ثبات وزنه ويراجع يومه ويلاقي بياخد ميلك كتير او لبن كتير، يعني يفضل الزبادي، يفضل انخفاض طبعا، ينزل بالزبادي وباللبن رايب، يمنع اللبن. لو بياخد كوبايه زي دي كبيره كده ينزل للربع، تنزل للربع. طيب دكتور، انا دلوقتي هعمل السوبيا، طبعا ده مشروب، بس انت انا قلت لي لا ما انا هعمله بقى ده لبن حليب عادي وده لبن جوز هند. تمام، وهحليه بعسل نحل. ده فيه مشكله معانا؟ هو بص، الجوز الهند مش لو كارب، فما نكترش من اللبن اللي هو العادي. طب خلاص يبقى كفايه كده. ايوه عشان نضمن يخلي اهم حاجه نخلي ان الشخص بتاعنا يبقى فيه حاله صحه جيده وحاله حرق مستمره، الاثنين، حرق مستمر وصحه جيده. صح، تمام. زي ما اتفقت، طاقه السكر مش هتقعد في جسمك اكتر من ساعتين 2 وهتهبط وهتقول عايزه تقعد تاني، نفس الكلام كده. حاجه بسيطه. هنقول كده كوبايه حليب وكوبايه لبن جوز هند وعسل نحل التحليه على حسب الرغبه، بس الدكتور بينصحنا ان اللبن الحليب بتاعنا اللي احنا ناخد منه كميه صغيره، فانا ما حطيتش الكوبايه كلها، وحطيت الكوبايه بتاعه لبن جوز الهند كله، وخدت حوالي نص معلقه عسل نحل، ولو ممكن نستبدله بسكر دايت. طيب دكتور، برضو عشان دي مقوله كتير قوي بيتقال، طب يا جماعه انا عملت عمليه التكميم عشان اكل عادي، انا ليه امشي باكل دايت؟ لا، ما هو مش هيحسبها بالشكل ده طبعا، هو داخل عايز يعمل عمليه لازم يخس عشان يوصل للرشاقه الابد. صح. طبعا بيجي لي مشاكل كتير جدا، يقول لك انا بعد ما خسيت اضخم تاني، والدكتور محمد هاني عاشور عارف كده وتعب معاهم. خلاص، ليه؟ ان هو ما بيحافظش، ما انت اهم حاجه لازم تحافظ على وزنك. صح. فاهم ازاي؟ انت دلوقتي نويت انك انت تعمل العمليه، يبقى انت خلاص هتغير حياتك، بس انت بتغير حياتك هنا بعد العمليه اوبليجاتوري، يعني اجباري مش بمزاجك. مش بمزاجك، انت هتخس لمده سنه ما بتاكلش، غصب عنك بتاكل كميات بسيطه. خلاص، بس برضو انا ارجع واقول الصحه. واللي بيني وبين المريض بتاعي الفيتامينز، لو بياخد الفيتامينز بتاعته كويس جدا وبياخد اكله كويس جدا وعارف يظبط المعادن بتاعته والفيتامينات بتاعته، هيبقى تمام، هيبقى هيخس وصحه كمان. ايوه طبعا. نضاره بشره، هو ده يا جماعه اللي احنا بنقول عليه، ان انا اهو يعني على فكره والله وقفه الكاميرا والاستوديو يعني دكتور شايف على فكره مرهق جدا، وانا كمان باجي من اسكندريه والحمد لله وصايمه. في ناس كتير عمالين يقولوا انت على سفر وبتاع في طريق، لا هو شهر كريم، هو شهر في السنه، هي متبعه التعليمات وبتاخد الدهون الصحيه وبتاخد فانا الحمد لله زي ما انتم شايفين قصادكم الحمد لله. فده المشروب بقى بتاع الصوبيا الصحي بتاعنا، يا ريت نعمله، هيبقى سهل جدا على فكره، ما فيهوش مشكله، بسيط جدا، ما فيهوش مواد حافظه ولا صناعيه ولا اي حاجه. وعملنا الفوتشيني بالجمبري،
وطبعا يعني نقلل الكميه برضو. الدكتور يعني صرح لنا بكميه صغيره من جدا النشويات. من النشويات يعني اللي هي المكرونه. نقطه برضو مهمه في اخر الوجبه، يعني حاول تتلقط الجمبري بالكريمه في الاول، اخر الوجبه اصلا حجم معدتك يا جماعه صغنطط، فما يعني احشيه اللي هو الصح، ما تحطش فيه كل حاجه. فاهماني طبعا، يعني فاهماني يا فوقيه انك انت تقدري توصلي انك انت تحشي المعده، سوري في الكلمه يعني بس عشان افهم الجمهور ان انا ايه اوصل لهم الطاقه اللي هي هتديله باور عالي طول اليوم. صح بس صح. انا كنت والله سعيده جدا يا دكتور بوجودك معانا. ان شاء الله حضرتك اكيد معانا تاني ان شاء الله. ان شاء الله كل جمعه ان شاء الله. دكتور احمد عباري معانا كل جمعه خلال شهر رمضان كله باذن الله. عايزين افكركم تاني تابعونا على صفحه الفيسبوك مطبخ صانع السعاده. مستنيين استفساراتكم، اسئلتكم، اي حاجه خاصه بتحويل المعده وتكميم المسار. معانا دكاتره خلال الشهر كله هيساعدونا ويتكلموا باستفاضه ويردوا على كل اسئلتكم لكل حالات دكتور محمد واي حالات تانية مش عند دكتور محمد. واي اصناف اكل انتوا عايزينها احنا هنعملها لكم. ما تنسوش صفحه الفيسبوك صانع السعاده. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله بكره ويوم جديد باذن الله ومطبخ صانع السعاده.